بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي خياتي، ان شاء الله دائما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم دائما اوفياء لقناتي. نبداو الوصفه تاعنا اليوم. اخترت لكم بوراك العجين، حشيته باللحم المفروم بطريقه سهله ويجي بنين بزاف، يوالم بزاف في رمضان. تبعوا معايا الوصفه الاخر الفيديو باش تعرفوا كامل وش فيها. اول حاجه نبدا بالحشو. انا درت مقله، درت فيها واحد 3 مغارف زيت، درت فيها بصله كبيره قطعتها رقيق ودبلتها هنا في شويه زيت، ونرمي عليها انا كميه تاع الفيونداشي، تحبوا ديروه الدجاجاشي يعني لكم الاختيار، ونحمسهم مع بعض. هنا ما درت لا ملح لا توابل، نخليهم يتحمسوا في بعضهم يعني حتى اللحم يتغير اللون تاعو. فوالا هنا نبدا ندير في الملح ولي زيبيس. فوالا شوفوا هنا حتى ينشف، تخليوش فيه الماء. ندير الملح، فوالا نحرك. انا قلت لكم هنا حمسوه يعني حتى تشوفوا الماء تاعو راح نشف. ندير راس الحانوت يعني التوابل كيما حبيتو، وندير شويه كركم، تقدروا ديروا تاني فلفل الكحل. نحمسهم هنا، نخليهم غير جوست ينشف، نحيه ما نخلوش بزاف يطيب. فوالا نحيه ونخليه يبرد بجاه. فوالا هنا نشف كامل من الماء. هنا نطفي عليه، ما نزيدش عليه، ما نزيدش نخليه ينشف كامل يعني حتى تحرق اللحم. فوالا هنا هايليك. هنا نطفي عليه ونخليه بجاه يبرد. ندير له غير شويه معدنوس. فوالا نجوز لوملات. انا درت 2 حبيبات بيض، درتهم في المقله يطيبوا عادي، اوملات عادي. يعني تحبوا ديروا بيض مقلي ولا بيض مغلي كيما حبيتوا، ولا تستغناو عليه كيما حبيتوا. انا هنا كي طاب نحكم نفتو، نقطعو غير بالموس قطع هكا صغار كيما راكم تشوفوا، ونرميه على هذاك لا فيونداشي. نخلطهم مع بعض. وهنا نخليه تكوتي ونروح نحضر العجينه. العجينه وش فيها؟ عندي هنا بول ندير فيه 4 كيسان فرينه. هذا الكاس الاول، الكاس يرفد بالسوائل، يرفد 220 مليلتر بالسوائل. لا هنا الكاس الثاني، ولا تقدروا تدوا اي كاس عادي. الكاس الثالث والكاس الرابع. المهم 4 كيسان فرينه. هنا مغرفه صغيره ملح، نخلطهم. وندير هنا الخميره الكيميائيه، ندير عليها غير ربع مغرفه صغيره، ما نكترش بزاف، ربع مغرفه صغيره. فوالا هنا فوالا نخلط. بقالي غير الليدام، انا درتها هنا بالزيت. 4 كيلات فرينه تقابلها نص كاس زيت، نفس الكاس اللي نكيل به، اللي كيلت به الفرينه هو نفسه اللي نكيل به الزيت. اذا 4 كيسان فرينه ونص كاس زيت. وهنا نبدا نبسس، ضروري تبسوها مليح، لازم تتبسس مليح. فوالا بهذه الطريقه نبسس. فوالا دوك هنا نبدا نلم فيها بالماء، الماء عادي.
ما هو بارد ما هو سخون، عادي من الروبيني. نلم فيها الماء، ندير غير بالعقل، ما نديرهاش العجينه طريه، نديرها شويه شاده روحها. قبل هذا ندير مغرفه كبيره خل، مغرفه كبيره فوالا. فوالا وندير الماء ونبدا نلم فيها. فوالا نبدا غير بالعقل حتى نتحصل على عجينه شاده روحها شويه، ما تكونش متلوقه، ما تكونش طريه، تكون شويه شاده روحها. فوالا غير بالعقل. هنا فوالا هاي العجينه اللي تحصلت عليها. دوك هنا ماشي ندلكها، مي نلمها برك غير سور لو بلون طرافاي، نلمها برك باش العجينه تلم روحها فقط، واحد ميم با دقيقه. فوالا قسمه تلم روحها برك، يعني هاد العجينه ما تدلك ما والو. فوالا شوفوا القوام تاعها، هذا هو القوام تاعها. فوالا دوك واش ندير، نرجعها لو بول تاعها ونغطيها بالكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. ضروري ترتاح باش تعطيك نتيجه هايله، باسكو لا ما ارتاحتش تقدريش تحليها انت تحلي وهي تكمش، لازم تخليها ترتاح على الاقل ساعه. هنا يعني ماشي شرط في الثلاجه، خليها تكوتي. هنا بعد ما ارتاحت انا خليتها فايته ساعه، نحكمها ونقطعها الى كرات، ما نحلهاش على ضربه واحده، يعني ندير كرات ونحل غير بالكره واحده، ماشي على ضربه ومن بعد نعاود نلمها ومن بعد زيد. يعني تبدلوا لها المكونات تاعها شاك فوا، زيدوا لها الفرينه، يعني خدموا غير بشويه برك. فوالا يعني هادو 4 كيسان تاع فرينه، جاتني كميه ما شاء الله تاع البوراك. تقدروا تحبوا ديفيزيو، تقسموا المقادير كامل على 2. قلت لكم 4 كيسان فرينه ونص كاس زيت. كي ديفيزيو ديروا 2 كيسان فرينه وربع كاس زيت. فوالا هذيك نحلها بالحلال. فوالا كي تحبوا ديروا كميه قليله، الا كنتو عائله صغيره قلت لكم 2 كيسان فرينه وربع كاس زيت، انا درت هنا 4 ونص كاس زيت. فوالا نحلها هنا. وشنو لازم تحلوها رقيقه، باسكو الا ما حليتوهاش رقيقه ما راحش كي تقليوها ما راحش دير لكم هذوك الشلاطط وما راحش تنفخ لكم. ضروري ترقوها باش تجيكم مقرمشه تانيك، ماشي تحلوها يعني حتى تولي ترونسبارونت، مي رقيقه ديروها رقيقه. انا نسيي ندير الشكل مستطيل. انا درت هذا البوراك العجين درتهم شكل مربع. نتوما تحبوا ديروهم كيما زمان، يعني شكل هذوك نص دائره، يعني عندكم هذاك لو مول. وانا نسيي نسقم هذا المستطيل. فوالا مستطيل عريض، ديروه عريض. انا راح ندير حبات على ضربه، دوك نوريكم الطريقه. هذه العجينه نخبيها نخليها شويه تريح باش نخدم بها. نجيب الحشو. فوالا شوفوا هنا كيفاش حطيته، حطوا بهذه الطريقه اللي حبيتوا تخدموا على ضربه، يعني تربحوا الوقت. ومن الفوق كل حبه ندير لها شويه فرماج رابي
ولا فورمات شويه هذاك الابيض، يعني قيس يعني مرصو صغير. فوالا بهذه الطريقه. فوالا. وهنا باش يلصقوا لي، باش ما يتفتحوليش كي نقليهم، ندهنهم بالماء، ندهن واحد في الاماكن يعني اللي نطوي عليهم. فوالا في هاد البلايص كيما راكم تشوفوا، ندهن هنا غير بالماء باش تلصق لي العجينه مع بعضها، وندهن هذاك الطرف. فوالا كيما راكم تشوفوا. ودوكا نطوي العجينه عليها. فوالا نغطيها بهذه الطريقه، يعني راح تجيكم خدمه سهله وتمتم تطلع. فوالا نزير هنا باش ما يتحلوليش، نضغط غير بالعقل هنا تانيك بين الحبه والحبه، ونقطع بالجراره. فوالا. فوالا نسيي نضغط مليح للطراف باش ما تفتحليش. شوفوا هنا ها هو الشكل اللي نتحصل عليه. قلت لكم يعني الشكل كيما حبيتو، تحبوا هذوك نص دائره كيما يديروهم بزمان، ولا انا درتهم شكل مربع. فوالا شوفوا الشكل تاعها شباب، يعني جايين كامل على حبه. فوالا. نغلق مليح، رش ابان شويه فارينه باش ما تلصقليش، حاجه خفيفه. فوالا. وهذه الخامسه. فوالا نكمل هذه العجينه، نزيد البول الاخرى، نزيد نحلها، ندير نفس الطريقه. دوك نوريكم الطريقه الثانيه الا حبيتوا، يعني عندكم اختيار. كي نحلها هكذا مستطيل ندورها بهذه الطريقه، يعني الا حبيتوا تخدموا بالحبه وتجيكم خدمه تانيك سهله. فوالا. ونحكم الطرف تاعها، ندير الحشو، يعني هذه الطريقه الثانيه تانيك مليحه. فوالا. ندير شويه فرماج رابي من الفوق، وندهن الاطراف بالماء. ندهن غير هكا بالماء، ونطوي. شوفوا هنا كيفاش نطوي. فوالا بهذه الطريقه. والعجينه الاخرى ما نخسرهاش باش نزيد نخدم بها. فوالا. ونلصق هنا. فوالا. ونقطع. فوالا. ونقطع. وانا تحصلت على هنا على وحده، ونزيد هذيك اللي بقات نزيد تاني نشكل بها، يعني هذه طريقه تانية تاني مليحه. فوالا. فوالا جايه تانيك شابه، ونزيد هذيك نوريها لكم اللي بقات تانيك نخدم بها. ندير وحده. فوالا. شويه فرماج، ونطويها على تنين، ندهن قبل بالماء. فوالا. نضغط على الاطراف. فوالا. لكن الزوائد نحيهم. فوالا. شوفوا الشكل تاعها. فوالا. ونكمل كامل الكميه اللي بقات لي. فوالا. هاي الكميه اللي تحصلت عليها، استفتهم كامل سنوا. الا كنتو تطولوا باش تقليوهم غطيوهم باش ما ينشفولكمش من فوق. شوفوا انا كملت، درت هذه الكميه كامل، وبقات لي هذه العجينه نزيد نكملها، ونجوزو المرحله تاع القلي. انا كنت درت مقله، درت فيها الزيت،
ونديرها تسخن. لازم الزيت سخونه باش ترميو هاد الحبات على نار متوسطه ماشي نار قويه. فوالا هكذا نرمي الزيت. ضروري ترميو الزيت من الفوق باش تنفخ لكم. شوفوا هنا كيفاش تنفخ، وشوفوا هذوك الشلافط هادي هما المولاك، لازم يجي هكذا. شوفوا هنا كيفاش تنفخت. فوالا ونقلبها، يعني دائما نرمي عليها الزيت. فوالا نخلوها تحمر لي دو كوتي، لازم تخلوها تحمر من الجهتين. النار توجور متوسطه، قلت لكم ما ديروهاش نار قويه. نزيد الحبه الثانيه. وانا شوفوا هنا كيفاش تنفخ. كل ما ترمي لها الزيت راح تزيد تطلع لكم. ما ديروش النار قويه، درتو النار قويه راح تخطفها وما تنفخ لكمش. ونار قليله كيف ما تطلع لكمش. شوفوا هنا كيفاش تنفخت، كيفاش دات هذوك الشلافط. فوالا ونحيها كي تحمر نحيها. فوالا فوالا شوفوا هنا دوك خلاص. نزيد لها شويه ونحيها. هنا تقدري ترميو زوج على ضربه الا كانت يدك خفيفه. فوالا شوفوا هنا راني في زوج وراني نرمي لهم في زوج وتنفخوا لي في زوج. لازم تكوني شويه رابيد. نخليهم حتى يحمروا ونحيهم. فوالا وندوزو على مائدة التقديم. فوالا هاليك الحبات تاعي درتهم في صحن التقديم. تقدميهم قدام يعني براد قطع قارص. هذه توالم بزاف في رمضان وسهله، يعني تجي البنه يجي مقرمشين ويجو خفاف. خلوهم برك يقطروا مليح من الزيت، ولا ديروا بابي سويتو باش ما يجيكمش مزيتين. دوك نقسم لكم حبه تشوفوها. فوالا دوك نقسم حبه. شوفوا هنا كيفاش يبانوا منفخين، يجاو والله يجاو ما شاء الله. شوفوا هنا كيفاش تقرمشوا. شوف نقسم لكم. شوفوا الداخل كيفاش جاو مهويين وخفاف، ما جاوش معجنين وطايبين على حبه. فوالا كانت هذه وصفتنا نهار اليوم. خليكم بخير وعلى خير. نتلاقاو في وصفه اخرى من وصفاتي. دمتم اوفياء لقناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.